هل سألت يوماً لماذا صعب علينا أن نحب حالنا؟ الإجابة ببساطة لأننا تعودنا نستمد قيمتنا من الخارج أو إعجاب الناس بنا، وذلك يسبب ضغطاً كبيراً علينا أننا لازم نكون كاملين، ويجعلنا نفكر أن الحب لابد أن نسعى إليه ونكتسبه، وليس لأننا نستحقه. لتعلم أن أقوى وأجمل علاقة تبدأ من شعورك تجاه نفسك. عندما تتعلم كيف تقدر نفسك وتحترم نفسك وتعامل نفسك بلطف، يتغير شيئاً ما. تتوقف عن مطاردة الناس وتبدأ العلاقات الصحية والحقيقية في الدخول لحياتك. حينها تتوقف عن التوسل للحصول على الحب وتبدأ في تلقيه بشكل طبيعي، وسوف تزيد ثقتك في نفسك وتتغير حياتك للأفضل. عندما تتعلم أن تحب نفسك، قد تكون هذه الخطوة الأهم نحو التواصل الحقيقي مع الآخرين. كيف ومن أين أبدأ؟ البداية دائماً بتكون من تغيير أفكارك ونظرتك عن نفسك وحوارك الداخلي. أنك تحكي مع نفسك بنفس اللطف الذي تحكي به مع صديق بمر بوقت صعب. بدل ما تنتقد حالك وتقول لماذا أنا شخص كسول، جرب تكون حنوناً مع نفسك وتقول أنا تعبان اليوم وهذا شيء عادي. وبدلاً ما تسأل ما هي مشكلتي، أسأل سؤالاً يدعمك، وكن أنت الداعم والسند لنفسك، واسأل نفسك ما هو الشيء الذي أنا محتاجه حالياً؟ وتذكر أن حب الذات ليس أن تكون أنانياً ولا تكون منعزلاً. بالعكس، حب الذات بيقوي العلاقات وبيسمح لها أن تستمر بشكل صحي أكثر. وبوضوح الحدود الصحية حتقدر تحتفظ بآخرين يحترموا حدودك ويحبوك بصدق. وأخيراً، عندما تشعر بالحب تجاه نفسك وتحب حالك كما أنت مش حتبطل تحتاج الناس، أنت حتبطل تعتمد عليهم إنهم يمدوك باحتياجاتك وإنهم يحسسوك بقيمتك. والشيء ده بيعطيك القوة إنك ترفض العلاقات الغير صحية وتبني علاقات متوازنة ما تضطر فيها تخبي حقيقتك عشان ترضى آخرين. حب الذات مش معناه إنك تكون مثالي، لكن معناه تكتشف إنك مش كنت محتاج تكون مثالي من الأساس.